السلام عليكم. مين ما بيغلطش؟ حد معصوم من الغلط؟ كلنا بنغلط، كلنا غلطنا قبل كده، كلنا لسه هنغلط تاني كتير. بس وبعدين بعد ما بتغلط وتبقى بالفعل حصلت مشكلة بسبب الغلطة دي، المفروض نعمل ايه؟ هنا الناس بتتقسم نوعين، او خلينا نقول بيكون قدامهم اختيارين. الاختيار الاول ده بيقعد يفكر: انا ليه عملت كده؟ انا ازاي اتعامل معايا كده؟ طب يا ترى لو كان حد غيري كان اتعامل معاه طب لو كنت استنيت شوية، طب لو كان حصل اكبر. يقضي الساعات والايام والشهور في جلد النفس وعتاب الذات. الاختيار التاني بيقف مع نفسه، ياخد نفس ويفكر يحل المشكلة اللي عملها ازاي. صاحب الاختيار الاول مهما قعد يعتب ويجلد ويلوم ويحس بالذنب، مشكلته مش هتتحل، بل بالعكس هتكبر، وهيلاقي نفسه واقف قدام حيطة سد ومفيش قدامه أي طريق. صاحب الاختيار التاني مشكلته هتتحل، غالبا هو كل مشاكله بتتحل، ربنا بيسترها معاه وبتعدي وممكن يكون ما يعرفش هي بتعدي ازاي، بس هو من جواه في الأول وفي الآخر خد بالأسباب. عايز أقول حاجة: محدش هيحل مشكلتك غيرك، كده ربنا هيسخره عشان يقف معاك، زي ما في اللي هيبقى كل همه إن مشكلتك ما تتحلش. في اتنين هيبقوا واقفين من بعيد، واحد بيتمنى لك الخير وواحد هيطير من الفرح عشان عندك مشكلة. محدش عليه لوم، في الأول وفي الآخر أنت المسؤول الوحيد عن حل مشكلتك. العقل بيقول إيه؟ تقف مع نفسك وتفكر وتسأل نفسك يعني أعمل إيه عشان الغلطة دي ما تتكررش تاني. أولا تحل المشكلة، تحل المشكلة. ثانيا أنت بتعترف بالغلط. في فرق بين إنك تعترف بالغلط وتقول أنا غلطان عشان عملت كذا كذا، بس ده مش آخر الدنيا ويلا نحل. وفرق تاني انك تعترف بالغلط وتقعد تقضي وقتك كله في ان انت بتعترف بالغلط، بس ده اسمه جلد الذات. كلنا بنغلط، مفيش حد ما بيغلطش، مفيش حد ما بيغلطش. احنا هنا بنتكلم عن التصرف اللي بعد الغلط. طيب انا اعترفت بالغلط، بعمل ايه تاني؟ بقول لنفسي ان انا مش احسن حد في الدنيا، حتى لو انا بسعى لكده، ولكن ما زلت بسعى. مش مطلوب مني ابقى احسن حد في الدنيا، بس مطلوب منك على الاقل ما تبقاش مؤذي، فحل مشكلتك قبل ما تأذي حد غيرك. عايز اقول ان الغلط مش اخر الدنيا. عامل نفسك بالرحمة اللي تتمنى ان الناس تعاملك بيها. لو وقعت ساعد نفسك تقوم، ولو انت انسان مسؤول لازم تقوم بسرعة عشان تلحق تسند اللي حواليك. خد بالاسباب عشان ربنا يكرمك في الدنيا والآخرة. كان برنامج كلمتين بالعقل.